في الحار اقدم لكم هاي العيونه. وهسه المي صار كلش حار ولازم نحرك بالاندومي حتى لا يحترق بالطاوله. حبيت اخلي اضافه من يمي، خليت بصل اخضر. طبعا البصل الاخضر هسه الموسم مالته وكلش طيب، انا كلش احب هذا بالورق الاخضر. وهسه راح نخلي خاشوقتين مال معجون، انا احب الاندومي بنكهه مال طماطه. وهسه نظل نحرك بهاي الطريقه لحد ما يصير اللون كله احمر. وهسه نفتح الكيس مال التوابل، فتحته وطلع هذا ببطنه احمر كلش. اعتقد هاي النكهه وبها شطه كلش حاره. وهنا أنا ما اكتفيت بشطه، فتحت الفلفل الحار وهم خليته فوق الاندومي، ونحركه بهاي الطريقه لحد ما تنمزج المكونات كلها بالطاوله، ونخليه على النار شويه لحد ما ينشف المي مالته كلش. كمل الاندومي عندنا وهسه راح نخليه بالمعون مالتنا. بشرفكم كتبوا لي بالتعليقات الشكل مالته يشهي لو لا. نسمي بسم الله ونذوق اول شطر والشطر الثاني مباشره وراه. وهنا جتي لحظه ادراك، كل ما اكل اندومي لازم العائله قبل تشارك وياي. جتي ام ليون اخذت شويه مراد من يمه وقلت لها هذا المعون خذيه اذا تردين، والله لان ماكو هيك واحد ما يقدر ياخذ راحته حتى بالبيت. وهنا ليون هم اجت اخذت ميمه مراد، بس الظاهر الحراره كلش قويه وما عجبها وراحت. وهسه اقول لكم الاندومي كلش طيب والحراره مالته كلش عاليه. انصحكم لا تشترون اندومي حار. حبايبي لايك وتعليق واكسب لور، واذا قدرت سوي عاده نشر